أنا دكتورة أسماء حمودة، استشاري أورام الأطفال في مستشفى 57 بشتغل في المستشفى من سنة 2008 واستشاري فيها من سنة 2013. عندي عيادة بستقبل فيها حوالي من 15 ل 20 حالة في اليوم، وعيادتي دي واحدة من عيادات كتيرة في المستشفى بتستقبل حوالي 500 عيان ما بين العيادات المتخصصة سواء الجلدية أو الرمد أو الأعصاب أو العيادات أمراض الدم والأمراض الصلبة في المستشفى. احنا عيادتي بتبقى العيانين فيها متقسمة ثلاث أجزاء، يا إما عيانين لسه جداد خالص لسه في مرحلة التشخيص أول يوم يجوا المستشفى، يا إما عيانين بيتلقوا العلاج الكيماوي يوميا بياخدوا العلاج معايا في الداي كير أو بيطلعوا يتحجزوا في الأدوار، يا إما عيانين الحمد لله بفضل الله تم شفاهم وجايين لمرحلة المتابعة. الحمد لله أنا شغالة في المستشفى هنا من سنة 2008 وبفضل الله عيانين كتيرة جدا الحمد لله تم شفاهم، وفي كتير من الأطفال دخلوا كليات كويسة، عندي كتير دخلوا كليات طب وفي دخل صيدلة وهندسة وتجارة وأسنان، وكلهم الحمد لله بيجوا يزوروني ونفسهم كمان يخلصوا كلياتهم ويشتغلوا معايا في المستشفى هنا. بتعامل مع الأطفال كأنهم ولادي لأن أنا الحمد لله عندي أطفال وحاسة بكل أم بتيجي المستشفى هنا وقد إيه هي في مرحلة معاناة ومرحلة ابتلاء ربنا ابتلاها، بس ان شاء الله كل الاطفال يخفوا ويبقوا زي الفل ان شاء الله. انا اصلا من هواياتي تصوير، يعني من صغري من ايام بابا الله يرحمه كنت بحب التصوير، فيعني حبيت ادخل هوايتي دي مع شغلي، فالاطفال كلهم بيبقى عندهم دلوقتي هدف او حافز ان اول ما يخلص علاج يبروز الصوره بتاعته يصور معاه ويبروزها ويتعلق في العياده هنا. الحمد لله عندي صور كتير وعندي قصص كتير. حابه احكي لكم قصه صغيره. كان عندي بنوته جات لنا هنا في 2012، كان عندها حوالي 12 سنه وكان عندها ورم في بطنها جنب المبيض، وكان ممكن بالتاثير الكيماوي او بتاثير العلاج اللي بتاخده انها ممكن ما تعرفش تتجوز او تخلف، لكن الحمد لله بفضل الله هي خفت من سنه 2013 وجات لي فتره المتابعه من كام سنه وهي الحمد لله اتجوزت وخلفت، وجات لي السنه دي تاني وهي خلفت بيبي كمان، وكانت من احلى القصص اللي موجوده في حياتي انا شخصيا وبعتز بيها جدا انها ما شاء الله اتجوزت وخلفت 2 وكملت تعليمها وبقت زي الفل الحمد لله.